السلام عليكم شباب، معاك اخوكم محمود الهيتي. النهارده تمرينة الرجلين. طبعا قبل ما حد يقول لي انت بتلعب غلط، انا ركبتي فعلا عدت مشط الرجل بشويه صغيره، بس ده مش نهايه العالم يعني. اهم حاجه ما يكونش في وجع على الركبه، ولا يكون في ميول زياده عن اللازم لقدام، او ان كعب رجلك بيطلع من الارض. وزي ما انتم شايفين كده من كتاب التشريح، العضلات اللي بتشتغل مع التمرينه ديت. تاني تمرينة لعبتها اللي هو كانت تمرينة الطعن او اللانجز زي ما بتتقال. التمرينة ديت فيها حاجتين بتلعب، في ناس بتلعبها زي ما انا بلعبها كده، اللي هي الخطوة الكبيرة اللي هي رجلك بتنزل 90 درجة، وفي الخطوة الصغيرة هتبص على الشكل الجاي كده هوت. الخطوة الصغيرة انا شخصيا ما بحبهاش عشان بتأثر على الركبة، بس في فرق ما بينها وبين الخطوة الكبيرة. الخطوة الكبيرة بتشغل زي ما شايفين الصورة ديت، بتشغل المقعدة اللي هي الجلوتس اكتر، والخطوة الصغيرة بتشغل الكوادز اللي هي فوق الركبة، بتشغلها اكتر. تالت تمرينة لعبتها انا شخصيا بعشق الحر في تمرينة الرجلين بالذات. بحس ان هو بيديني فعلا قوة وبيخلي العضلة ناشفة. ده يعني حاجة شخصية يعني. فتالت تمرين لعبته كان اللي هو الستيب ابس، لعبت 10 على كل رجل يعني. تمرينة الهاك اللي هو الهاك سكوات، ده المكنة. شايفين المكانتين اللي جنب بعض دول؟ انا هلعب عليهم الاتنين واحد، فرق بس ان دوت الوزن بتاعه محمل على الكتف، وده الوزن بتاعه محمل على الوسط. الاتنين واحد جدا. مفيش فرق ما بينهم خالص. انا بس حبيت اعملهم عشان الفيديو مش اكتر، ما استخدمش الاتنين. ودي نفس العضلات المستخدمة اللي بتركز عليها. الهاك سكوات بيركز اكتر على الكوادز اكتر من الجلوتس. وطبعا لعبت المكنة الامامي. انا شخصيا ما بحبش المكنة الامامي لو ركبي وجعاني، يعني الناس اللي عندها اصابة في الركبة، نصيحة شخصيا تبعد عن المكنة ديت، ان دي ممكن تحط تحميل شويه زياده عن اللزوم على الركبه، يعني مفصل الركبه. بس انا لعبته شخصيا يعني، ان انا الحمد لله حاليا ركبتي كويسه يعني. سميره بتسلم عليك وهي دخلت مزعقه لي شويه. وبعد كده رحت داخل الخلفي. انا التمرينه دي ما طولتش فيها بصراحه. التمرينه ديت كنت عايز بس انزل العب رجلين كويس وخلاص. ما لعبتش حاجات اضافيه، ما لعبتش حاجات كتيره. جيت في الاخر رحت مكسل، حتى ما لعبتش سمانه، المفروض ان انا اكمل سمانه يعني. بس فان شاء الله مكملين على كده، ونشوفكم على خير ان شاء الله في التمرين التانية. يلا.